ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم صينيه سردين بطريقه حلوه جدا ومفيده وطعمها لذيذ قوي. اول حاجه بجيب طبق كبير كده، بحط فيه 3-4 معالق زيت كبار وبعصر عليهم ليمونه. بنزل بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي عباره عن فص ثوم مفروم. انا بفضل الثوم مفروم الفريش عن الثوم البودر. بعد كده معلقه ملح وفلفل اسود، كزبره ناشفه ومعلقه كمون ومعلقه بابريكا، وممكن تضيفي كركم. بقلبهم كويس كده بالطريقه دي. بكون مجهزه عندي بقى بصلتين كبار و2 طماطم برضو كبار، بقطعهم صغير جدا. ممكن تعملوهم في الكبه، انا عايزاهم يكونوا صغيرين علشان السردين ما بياخدش سوا، فالحاجات دي تستوي بسرعه مع السردين. بعد كده بقلبهم كويس، وبعدين بقى بجيب السردين بتاعي. الكيلو من ده بحوالي 60 أو 70 جنيه، يعني هتعملوا اكله مش هتعدي 70 جنيه. بعد كده انا نضفته كويس، سبت 3-4 كده عشان اوريكم انا بنضفه ازاي. باخده كده بقوم ماسكه الراس قطمها كده وبطلعها بكل الحاجات اللي فيه، بتطلع معايا كده بكل سهوله. طبعا السردين ده مفيد جدا، فيه نسبه اوميجا عاليه، وكمان لما بتسيبيه يستوي 5 دقايق او 10 دقايق بيستوي بالعظم. يعني ممكن تاكليه كده بالعظم، يا دوب بس تشيلي الراس وتشد الراس باللي فيها، بيطلع كل الحاجات اللي جواه. بعد كده غسلته كويس جدا تحت الميه بدقيق وليمون. وبعدين انا مفضلش احط فيه خل علشان هو مش محتاج خل، لان الخل بيسوي الحاجه بسرعه. بعد كده حطيت كل السردين في البوله وبدات اقلبه كويس علشان يشرب كل التتبيله اللي انا عملتها. وعموما الاسماك ما بتحتاجش ان هي تفضل فتره في التتبيله، لا انت تتبليها وبعد كده تحطيها في الصينيه وتدخليها الفرن على طول. وقطعت هنا قرن شطه حامي، لو بتحبي الحامي، لو ما بتحبهوش ممكن تستغني عنه. بعد كده حطيت التتبيله اللي انا تبلت بيها السمك في الصينيه من تحت كده عشان ما تتحرقش مني لو حطيتها فوق على الوش. بعد كده برص بقى السمك بالطريقه اللي انت عايزاها. انا هنا عملته كده على شكل ورده، ممكن لو صينيه مستطيله او مربعه برضو ترصيهم كده هيبقى شكلهم حلو. والباقي هنا حطيته في صينيه تانية بالشكل ده. طبعا الكيلو ممكن يقضي 4 أفراد او 3. هنا دخلته الفرن حوالي 10 دقايق من فوق ومن تحت، وطلع عندي بالشكل ده. بقدم معاه بقى رز ابيض وسلطه، اهم حاجه عندي السلطه الخضراء. وبس كده الطريقه تكون خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، قولوا لي في الكومنت ايه رايكم في السردين، وعملتوه بالطريقه دي قبل كده ولا لا، وجربوه. يا رب يعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.